السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في منوعات أم محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب أجمعين. النهاردة جايبة لكم فيديو عن الريحان. أنا عملت لكم وصفات من الريحان، وصفتين باين. بس أنا النهاردة مش جايبة وصفة. أنا عايزة أعرف، أنا زرعت نوعين من الريحان. ده النوع الأول، دي الشجرة الأولانية اللي هي النوع البلدي أو الريحان المعروف عندنا اللي بيتزرع زي ما انتوا شايفين كده. الشجرة ديت هي بقت ما شاء الله، هي كبرت، بس يوم المطرة والرياح اللي كانت جامدة انا لقيت نمت على الارض. فحاولت ان انا اربطها كده بحتة قماشة في حديد البلكونة علشان اوقفها تاني، وحطيت لها خشبة من تحت علشان تسندها، علشان ما تنامش على الارض. لان من يوميها شوفوا في بعض اوراق منها لما لقيتها نايمة على الارض زي ما انتوا شايفين كده، عملت ازاي، ابتدت تدبل يعني. آه في ورق منها كتير اهوت، بس ده مش المهم النوع التاني اللي انا هوريهولكوا دلوقتي. بس عايزة حد يفيدني في ازاي اتعامل مع الريحانة التانية، ويا رب الاقي حد يفيدني فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده النوع التاني من الريحان. دي البذور دي كانت اختي جايبها لي، ربنا يشفيها يا رب ويشفي كل مريض ويعافيها اللهم امين. انا كنت زرعاها، كنت زرعه في الارض كتير بس ما طلعش. ديت العود دوت بس اللي طلع، لان انا كنت زرعاها في صفيحه، في الصفيحه دي، فهو الوحيد اللي طلع. وبعد كده جيت نقلته في الارض، فلقيتها برضك نفس الحكايه، نايمه على الارض خالص. وفيها برضك نفس اللي في التانية، انها نشفت، ابتدت تنشف. فشوفوا حتى النوع مختلف كمان اهوت. فمش عارفة انا اتعامل معاها الريحانة دي ازاي، ومش بتكبر مع اني كنت زرعاها قبل التانية، قبل الريحان البلدي. زرعاها قبلها بفترة، مش عارفة، مش راضية تكبر زي التانية ليه، مش عارفة. اهيت، يا رب حد يفيدني في الموضوع ده، اللي يعرف انواع الريحان وازاي اتعامل مع الريحانة ديت. انا كنت مفكراه ريحان من التاني، بس لان هي كانت جايبالي البذور مع يعني نوعين من البذور. فشوف هنا بيطلع زي وردة، ازاي غير التانية خالص، غير الريحان التاني اللي اللي هي في اول الفيديو. فيا رب حد يفيدني اعمل فيها ايه، اعمل لها ايه علشان تكبر زي التانية. لان ديت اصلا زي ما قلت انا زرعاها عفوا، انني زرعاها قبل التانية بكتير، مش عارفة اتعامل معاها ازاي. يا رب حد يفيدني، ولكم جزيل الشكر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معلش الشرقة مسكتني. والدل على الخير كفاعله. ويا رب حد يفيدني في الموضوع دوت، وجزاكم الله عنا كل خير يا رب العالمين. ازاي اعتني بالريحانة ديت واخليها تكبر زي التانية، لان انا بحب الريحان جدا، والريحان كمان مفيد، له فوائد كتير جدا. واللهم صل على سيدنا محمد. واهم حاجة احنا في منطقة صحراوية، فالريحان لما تزرعيه في البيت بيمنع اي حشرات وحشة تخش البيت. فيا رب كده حد يفيدني فيها، والله يصلح حالنا وحالكم يا رب العالمين.